موقع لإدارة اتحاد الكرة داخل ملعب القاهرة الدولي كبديل مؤقت لإدارة أعمال الاتحاد بعد الحريق الذي تعرض له مقر الاتحاد المبنى بشكل كامل في أعقاب صدور الحكم بحق متهمي أحداث بورسعيد. من جهة أخرى، أكد عيسى حياته رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن مباراة مصر وزيمبابوي في تصفية كأس العالم 2014 المقررة في 26 من الشهر الجاري ستقام في موعدها باستاد برج العرب بالإسكندرية. مراسلنا أحمد نوير ونظرة حول خسائر المنظومة الكروية من القاهرة. اتحاد كرة القدم المصري، ذلك الصرح الرياضي العريق والذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1921، كان مقره القابع بمنطقة الجزيرة بالقاهرة على موعد مع الدمار الشامل، وبالتحديد في أعقاب إصدار الأحكام بحق المتهمين في أحداث ملعب بورسعيد من خلال قيام مجموعة تخريبية مجهولة بإضرام النيران بالمبنى لتلتهمه بكامله. ولم تكتفي المجموعة بذلك، بل قامت بسرقة باقة من محتوياته القيمة وعلى رأسها بعض الكؤوس والميداليات التاريخية. الناس اللي دخلت اقتحمت عارفة كويس قوي هي عايزة ايه، وداخلة بهدف، وهدف واضح ان سرقة جميع الهارد ديسكات وسرقة مقتنيات مصر وتاريخ مصر. اعتقد هذا الكلام الحقيقة يعني ما ينفعش يتسكت عليه. ارجو من النيابة العامة انها تبذل اقصى ما في وسعها الحقيقة لضبط الناس اللي عملت هذا الكلام. ده تاريخ مصر وانا مش هسمح بده انه يتم. وزي ما انا قلت النشاط الرياضي بالنسبة لمصر مهنة، وارجو ان الناس تستوعب هذا الكلام. أعمال الحرق الممتزجة بالسرقة لمبنى اتحاد الكرة أدت إلى اختفاء سجلات قيد اللاعبين وتنقلاتهم وتاريخهم منذ عام 1924 حتى الآن، إضافة إلى سجلات مجالس إدارات اتحاد الكرة على مدار تاريخه. اللي حصل ده ما يقروش لا عقل ولا منطق ولا دين ولا شرع، والقادم سيكون أصعب بكثير إن لم تفعل يد القانون بدءا من اليوم، إن لم يعني يكون هناك حصر للفيديوهات وتصوير، ونجيب الأولاد دول ويقدموا للمحاكمة. من أمن العقاب أساء الأدب، وإحنا عندنا ناس كثيرة جدا بتسيء الأدب الفترة الأخيرة. ويقدر حجم الخسائر الأولي لحرق مقر اتحاد كرة القدم المصري بقرابة 22 مليون جنيه مصري. أما المبنى الذي احترق بالكامل فسيتم تشكيل لجنة هندسية لفحصه ومعرفة ما إذا كان سيجري العمل على ترميمه أم سيعاد بناؤه من جديد. موجة من الغضب العارم اجتاحت الشارع المصري وبالأخص أبناء المنظومة الرياضية تجاه هذا العمل الإجرامي من أعمال حرق ونهب لمقر اتحاد الكرة العريق، والذي يقف شاهدا على ماضي وحاضر كرة القدم المصرية. أحمد نوير، الجزيرة الرياضية، من أمام مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة. شهدت القائمة التي اختارها